فإن الضيق ليس بساتر، وذلك أن الضيق ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مجسما وإما أن يكون مفصلا. فالمفصل هو الذي يبين حدود العضو تماما، وقد حكي الإجماع على أن المفصل ليس بساتر. ومن أمثلة المفصل هذه الملابس التي تكون ضيقة على الجسد بحيث أنه تبين تفصيله، فهذا ليس بساتر مطلقا، فوجوده كعدمه كما نقل الاتفاق عليه وأظنه ابن جرير. أما المجسم فالمجسم هو الذي يبين حجم الجسد من سمن ونحوه، فهذا معفو عنه، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فذكر العلماء أن ما ظهر أحد الأمور الأربعة وهو التجسيم، فإن التجسيم معفو عنه، مثل أن يعرف السمن، مثل الرأس، فإن المرأة مهما وضعت حجابا على رأسها فسيجسم رأسها، فهذا يسمى التجسيم معفو عنه. وأما التفصيل فإنه ليس بمعفو عنه. إذن فالمرأة ومثله الرجل إذا لبست الثياب الضيقة استرتشات وغيرها التي تتمطط، فمثل هذا لا يكون ساترا بإجماع، فهي كاسية عارية.